هل تريد أن تبيع أو تشتري منزل، سيارة، هواتف نقالة، أجهزة كهربائية، أي شيء مجانا؟ الحل سيلت فور مثل الوسيط ولكن مجانا. عندي كمان حكاية ضرب الحذاء. النهاردة موريس صادق بدأ يخرج من البيت ويمشي في الشارع، فإحدى السيدات القبطيات المصريات المحترمات بالطريقة البلدي المصرية، الطريقة الشعبية المصرية، خلعت حذائها وضربته واضطر انه يجري امامها. انا رأيي ده مشهد في منتهى العبقرية، يعني انه هذه السيدة القبطية الرائعة عبرت عن مشاعر اخواتها المسلمين. انا معايا الاستاذ الكاتب الكبير القبطي المصري الحقيقي. هل تريد ان تبيع او تشتري منزل، سيارة، هواتف نقالة، اجهزة كهربائية، اي شيء مجانا؟ الحل سيلت فور مثل الوسيط ولكن مجانا.